السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفاصيل حكم حبس مرتضى منصور لمدة شهر لإدانته بسب الخطيب. السبت 25 فبراير 2023. أيدت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار نبيل زهران الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بحبس المحامي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة شهر لإدانته بسب وقذف وإهانة رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب. جاء الحكم بتأييد حبس مرتضى منصور بعدما قضت برفض الطعن المقدم منه على الحكم الصادر في شهر أغسطس الماضي من محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية بالحبس لمدة شهر مع الشغل والنفاذ لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وإهانته وخدش وسمعته وعائلته. وتعد الأحكام الصادرة من محكمة النقض نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها بأي وجه من أوجه التقاضي. كان مرتضى منصور قد مثل اليوم أمام محكمة النقض باعتبار أن حضوره يمثل شرطا وجوبيا لقبول الطعن المقدم منه والذي طالب فيه بنقض إلغاء الحكم الصادر بحبسه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه في القضية. وكانت نيابة النقض قد أوصت في تقريرها استشاري غير الملزم المرفوع إلى المحكمة بإقرار الحكم ورفض الطعن المقدم لمرتضى منصور. استمعت محكمة النقض في جلستها التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار نبيل زهران إلى مرافعة المحامي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في الطعن المقدم منه على الحكم الصادر بحبسه في قضية السب والقذف المقامة ضده من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب. واستعرض مرتضى منصور الذي ترفع بنفسه في الطعن المقدم منه 12 دفعا في معرض الطلب ببراءته وإلغاء حبسه. كانت المحكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية قد عاقبت في شهر أغسطس من العام الماضي مرتضى منصور بالحبس لمدة شهر واحد مع الشغل والنفاذ في قضية مرفوعة من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بتهمة السب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.